السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هقدر اوضح لحضراتكم الترددات الجديدة على النايل سات لجميع قنوات الأطفال أو قنوات الكرتون الجديدة. فلو أول مرة تشوفنا، أنا إسلام أحمد من قناة اتعلم سات. بدون إطالة على حضراتكم نبدأ بأول قناة، وهي قناة سي ان بالعربية أو كرتون نتورك. طبعا اللوجو الخاص بالقناة موضح قدام حضراتكم في الصورة. التردد الخاص بالقناة هيكون 11-277، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. أما تاني قناة معانا وهي قناة كراميش، تردد القناة هيكون 11430، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وطبعا ده اللوجو الخاص بقناة كراميش على النايل سات. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة الفتح أطفال، تردد قناة الفتح أطفال 11901، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وطبعا زي ما وضحنا لحضراتكم لوجو كل قناة هيظهر جنب القناة اللي احنا بنوضح التردد الخاص بيها. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة وناسة، تردد قناة وناسة 11430، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وطبعا ده اللوجو الخاص بقناة وناسة على النايل سات. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة زروق كيدز، تردد قناة زروق كيدز هيكون 11354، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وده اللوجو الخاص بالقناة. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة كوكيز كيدز، تردد القناة هيكون 11679، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وطبعا ده اللوجو الخاص بقناة كوكيز أطفال. القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة سبيس تون، تردد قناة سبيس تون هيكون 11786، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وده اللوجو الخاص بقناة سبيس تون. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة طيور الجنة، تردد قناة طيور الجنة 11258، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الاتش أو كلمة أفقي. وطبعا ده لوجو قناة طيور الجنة للي ما يعرفهاش. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة فور كيدز أطفال، تردد القناة هيكون 10922، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وده اللوجو الخاص بالقناة. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة ماجد أطفال، تردد القناة هيكون 11411، ومعدل الترميز هيكون 30000، والاستقطاب هيكون حرف الاتش أو كلمة أفقي. وطبعا ده لوجو قناة ماجد. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة MBC 3 أو MBC أطفال، التردد الخاص بالقناة هيكون 11471، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وطبعا ده لوجو قناة MBC 3. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة أطفال ومواهب، تردد قناة أطفال ومواهب على النايل سات. وبالمناسبة التردد ده بيكون ضعيف جدا، لازم تظبط الطبق عندك صح علشان تقدر تستقبل التردد ده. التردد الخاص بقناة أطفال ومواهب هيكون 11373، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الاتش أو كلمة أفقي. وطبعا ده اللوجو الخاص بقناة أطفال ومواهب. أما القناة اللي معانا بعد كده وهي قناة بيبي أطفال، التردد الخاص بقناة بيبي أطفال هيكون 11679، ومعدل الترميز هيكون 27500، والاستقطاب هيكون حرف الفي أو كلمة عمودي. وطبعا ده اللوجو الخاص بالقناة.
بس مش اكتر، حبيت اوضح لحضراتكم الترددات الجديدة الخاصة بقنوات الاطفال على النايل سات بتاريخ 1/11/2024. خلصت حلقتنا، وما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو. وطبعا لو حبيت تسأل في التعليقات عن طريقة اضافة كل تردد، طبعا عندنا فيديو موجود على القناة بيوضح ازاي تقدر تضيف تردد جديد على الريسيفر عندك. ولو حابين نشرح الطريقة مرة تانية اكتبوا لنا في التعليقات، وبإذن الله نصور لحضراتكم فيديو. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو، وانتظرونا في كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.